واحدة. التناحر اللي موجود في الساحة هيؤدي بنا إلى نتائج سيئة جدا. أما الحل لينا إن كل هذه الطوائف زي ما بيقولوا لم الشمل، يعني كل هذه الأحزاب والطوائف المختلفة إن يتوحدوا على كلمة واحدة. أستاذ عبد الناصر، ده مش حل، ده أمنية، ده حلم. أمنية. يعني هو ده الحل، ده ما هو ده ده حلم شاعر ده. احنا لكن أي حاجة تانية احنا نتمنى إن الشعب المصري التناحرات اللي موجودة فيه تنتهي بإذن الله، إن هم يتوحدوا على كلمة واحدة مع بعض، سواء كانوا إخوان مسلمين سلفيين وخلافه. لا، الاتجاهات كتير اتجاهات كتير، اتجاهات وائتلافات والكلام ده، وائتلافات واحزاب 27 ائتلاف و100 ائتلاف. يعني انت شايف الحل عباره عن حلم يحصل اتحاد، يحصل اتحاد، ان احنا ننسى اطماعنا. يعني نتخلى عن الاطماع ونتخلى عن الكراسي، ما نبصش للكراسي، نبص لمصلحه الوطن، مصلحه مصر فوق اي اعتبار. هي المصلحه الام هي اللي تخرج بنا لسفينه النجاه ان شاء الله باذن الله، وهنخرج لسفينه النجاه، تعشم الله خير باذن الله. استاذ عبد الناصر، انت حلك حل حالم شاعر جميل زيك، وحلك انت قلت لي حل عباره عن امنيه، وقدرت بذكاء انك تجاوب بدبلوماسيه، طبعا دبلوماسيه محموده، مش هقول غير كده، ونخرج من جو الثوره ونخرج من الاحداث دي ونرجع لحواء الام. حواء الام. انت كنت عامل قصيده اسمها علميني مهداه لامي. انا اقول لك قصيده علميني، وانا بهديها لامي وبهديها لكل الامهات، لكل الامهات، ومن ضمنهم مصر، لان مصر محتاجين منها ان هي تعلمنا برضه. يعني مش هقول لك ظروف كتابه القصيده تفضل تعلمنا على طول. انا بهدي القصيده دي لامي. لا، مش هقول لك ظروف كتابه القصيده ايه، بس اكيد برضه في لحظه ما جيت تكتب القصيده كان في حدث. انا دايما بيبقى عندي فضول اعرف الشاعر القصيده بصفه شخصيه لحظه ميلادها ايه. لحظه ميلادها بصفه شخصيه لامي، يعني لحظه ميلادها ان امي ربنا يديها الصحه هي اللي ولدت فيها هذه القصيده. يعني تمام. طبعا الستات الكبيره، انت عارف الستات الكبيره لما تيجي تسمعهم بتحس ان هم بيقولوا كلام حكم. اكيد طبعا. اكيد طبعا. فبالنسبه لي بتقول كلام حكم، يعني ما بسمعها. فقصيده علميني. أماه إن للأحزان سيفا علميني كيف سيف الحزن يكسر. إن للأحزان سيفا علميني كيف سيف الحزن يكسر. فأنا أسكنت قلبي راحتيك علميني كيف حزن القلب يبتر. إنني ما زلت طفلا بين عينيك وأحبو فابدأ الدرس الذي أرجوه أكثر. إنني ما زلت طفلا بين عينيك وأحبو فابدأ الدرس الذي أرجوه أكثر. علميني أن أغني وأغني، علميني كيف يغدو الصبح أخضر. كل حرف منك عطر، كل حرف منك عطر منه قلبي قد تعطر. وازرعي لي مزهرية تنبت الوصل الجميل لزمان فيه مسك فيه عنبر. قد أتاك الشيب لكن كل شيب فيه نهر من عطاء، فيه زهر من نقاء، فيه تمر فيه سكر. علميني كيف أنجو حين أغرق. علم الطفل الكبير كيف يخطو من جديد إن أتاه الحزن يوما إن تعثر. كيف يدنو نحو ضوء فيه خير قد تيسر. علميني ليس نبض فوق نبض الأم يعلو فابدأ الدرس الذي أرجوه أكثر. أرجوه أكثر. أحسنت. الله يخليك. أحسنت. أنت كنت عامل قصيدة هدية للشعراء. أنا طبعا أنا هقول لك على حاجة قبل ما أقول القصيدة. هقول لك على حاجة أستاذ أحمد. أنت عارف الشعر يمكن في مصر بالذات كان قبل الثورة ليس لديه جمهور. ما عندوش جمهور الشعر قليل معروف، يعني كان الفترة دي.
يمكن الشعر بدأ ينهض من جديد بعد الثورة. يعني أنا واحد من الناس بعد الثورة بدأت يعني ألهمتني أنا كتبت الشعر من فترة وتوقفت، يمكن أنا لما قلتوش في البرنامج كنت توقفت. بعد الثورة معظم الشعراء حاليا حتى تلاقي على الفيسبوك وعلى مدة توقفك كانت قد إيه؟ يعني بتاع 5 سنين. والسبب؟ كان الشغل، ظروف العمل، ظروف العمل. انما لما الثوره جت ايقظت فيا هذا انت فتحت حساب واكونت على الفيسبوك امتى؟ انا فتحت في 2010 اصلا، 2010 تقريبا. 2010 مش مده قصيره. مده قصيره. الثوره بدات 2011، الثوره 2011. طيب فاصارحكم دي بهديها، هي قصيده للشعراء. طب اتفضل قولها بس عشان الوقت. والله. وتغريني مزاهركم، أصارحكم للشعراء. وتغريني مزاهركم فأدخل في حدائقكم، هنا ورد، هنا نهر، هنا وزن وقافية، هنا بحر وتسحرني شواطئه، هنا أرجوحة الأطفال، هنا أنشودة الثوار، هنا الأزهار للعشاق، هنا لغة مطرزة من الذهب تمر على شراييني، فيطلع من حنايا القلب أغنية عن العشق، عن الوطن. أطوف في لهف فتأخذني قصائدكم إلى مدح، إلى ذم، إلى فخر، إلى مجد، إلى حرف يلامس شرفة القلب فيفرحني، وحرف بات يؤلمني. أنا التلميذ وأنتم معشر الشعراء مدرستي. أصارحكم فظهر ربيع أوطاني يلملم زهره الحاني على عجل، وكلما قيل من شعر عن القمر خيالا لم يعد روعا. أصارحكم فظهر ربيع أوطاني يلملم زهره الحاني على عجل، وكلما قيل من شعر عن القمر خيالا لم يعد روعا. وإن الشعر في وطني عليلا ظل يؤلمني، فليس لديه جمهور كما الفيفا، فليس لديه جمهور كما الفيفا. وقال الشعر لي يوما بأن جميع عشاقي إذا جاءوا لأرض الشعر هم قلة. أصارحكم بأن الشعر عانقني بإحساس من القلب، وأفرح حين ألقاه، ويهواني وأهواه، ويصحبني لقريتنا لنلقي فيها أشعارا، لنلقي في مزارعها قصائدنا، فتأتي الناس أفرادا تجاملنا وينصرفون. فليس الشعر في وطني كما الفيفا، فتأتي الناس أفواجا للعبتهم وينبهرون. أصارحكم برغم الشعر في وطني يعاتبنا عن الهجر، فسوف أقول أشعارا تداعبني تراقصني، ففيها النبض يكسوها، وفيها الصدق يعلوها، وفيها ابنتي الصغرى تعانقني ببسمتها، فتأخذني إلى أمي فيبني القلب أرجوحا لعينيها. أصارحكم دخلت حديقة الشعر وقلبي لن يغادرها، فتكفيني شواطئكم وتكفيني قوافيكم، فأنتم معشر الشعراء مدرستي تحياتي. فأنتم معشر الشعراء مدرستي تحياتي. ومع تحياتك يا أستاذ عبد الناصر، النادي للشعراء، بنختم حلقتنا مسك الختام. مسك الختام أعزائي المشاهدين، تحيات الشاعر عبد الناصر النادي للشعراء. وفي نفس الوقت انتظرونا مع جمال الكلمات وحلقة جديدة وشاعر جديد وجمال جديد. انتظرونا.